السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على فيديو جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. بغيت نوضح شي شغلة مهمة جدا. عندك واحد سطل مثل هذا أو إمر أو قصيص، مهم مهما يكون اسمه، بتجيبه بتحط فيها المية بحال هذا اللي أنا العملية حاعملها. بنحط فيها مية، نعمرها بالمية، يعني مش ضروري يكون عامر، لكن نحط فيها ماء، يكون ماء المطر أحسن شيء. كلنا عندنا شي شغلة نحط فيها تبع المية، تبع المطر أو تبع الحنفية، ما بيضر، هو كمية قليلة. في البيت كما قلنا في فيديو ماضي، في البيت عندك فواكه، مثلا امبارح أنا فطرنا أو سحرنا بالموز، هو بنحط فيها قشرة الموز وقشرة التفاح، كما كتلاحظ قشرة التفاح كله حرميها هنا هكذا. وممكن نحتفظ فيها بواحد خنيشة أو الميكا مثل هذا أو بلاستيك، يكون من قماش أو بلاستيك، على كل حال ما بسهولة بيتقطع. تحطوا تقفلوا وتحطوا فيها، يكون أكبر من هذا، وبتخليها تقفل عليها هكذا، بتقفل عليها أي شغلة تحط فوق راسها. هذا مع مرور الزمن بيتعفن وبيتخمر، خصوصا لما بيضربوا الشمس. ويكون عندك شي حاجة مثل هذا، كل هذا ايش قد لتر؟ على ما بظن 2 لتر، الله يعلم. مهم، انا كل هذا نص هذا عفوا، يعني لتر مع 10 لتر مع 10 لتر. مثلا هذا 10 لتر، ححط فيها لتر من هذا وازيد عليها 9 لتر مية مع بعض، يكون 10 لتر. وبنروح بنسقي فيها أشجاري أو نباتي أو خضرواتي أو أي شغلة زرعتها، بعدا على الحدائق، بعدا على النبات مثلا. ما في داعي، هذوك النباتات ما في داعي، ولكن إذا عملت ما بيضر. وهذا العملية مو كل يوم تعملها أو كل سقي، هذا كمان جدا مهم لأنه راح يحرقها. هذا معلومة جدا مهمة، جدا مهمة. هذا العملية أي سمات بتعملها أنت، مثلا كل شهر مرة تسقي فيها، كما قلنا 10 لتر 1 لتر. لكن مثلا في الصيف كل أسبوع كتيجي تسقي فيها، راه بيحرق الجذور وممكن يتأثر فيها. فما بنعمل هذه المجازفة، راح نعملها كل شهر مرة، شهر ونص مرة، ما في داعي. هذا الديك بيعلمنا بأنه صلاة العصر قرب، راح نشوف إلى صلاة العصر قرب. ما بقى لصلاة العصر إلا 10 دقائق. طبعا هذا الساعة مو مضبوطة، سواء بالتليفون أو بأي مكان، حتى المسجد بيتابعوا الساعة. لكن سبحان الرحمن الرحيم، الديك مو هذا، كل الأدياك اللي موجود هو ده حاله. ما هذا فترة 10 دقائق، هذا هو حالهم. ما عندك تقول إلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله 5 مرات بالنهار، هو ده حاله، مع الصلاة الضحى. ما شاء الله الرحمن الرحيم. أنا أكثر من سنة أراقبهم هنا، والدجاجة تقريبا هيكون عندي الله يعلم تقريبا من شهر 8. نعم شهر 8 اشتريت دجاج، واحنا شهر 3 4 5 6 7 8، ما بقى إلا 5 أشهر 6 أشهر كنولي سنة بإذن الله تعالى. راقبتهم دائما، هو ده حالهم. مهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.